يا مساء الفل، يا مساء الجمال، يا مساء الحلاوة. مساء الخير يا شباب، أنا عمر معاكم للأسبوع ال11 على التوازي الحمد لله. كل يوم خميس بنعمل لايف فيديو عشان خاطر نانسر الكويستشنز بتاعت الناس. اللي عنده كويستشن بيكتبه لي قبل الفيديو. واللي ما عندوش برضو بيكتب لي الكويستشن بتاعه قبل الفيديو. يا سبحان الله، يعني حاجة غريبة. تمام. طبعا انا اول ما بفتح الفيديو بقعد اهري كده في اي حاجه زي كالعاده، يعني عشان خاطر بس على بال ما حد يجي لنا وياكد لنا الصوت، ان الصوت تمام. حابب برضه اقول يا ريت لو حد بيتفرج علينا يتاكد بس ان هو بيتفرج على الفيديو لايف، لان احيانا الناس بتتفرج على الاعاده يبقى الفيديو خلاص متسجل، ويبدا يكتب لي انت ما بتردش على سؤالي ليه والكلام ده كله، عشان بس تميك شور ان انت بتتفرج عليا لايف مش بتتفرج على الفيديو وهو مسجل. تمام. فطمنوني عليكم، طمنوني عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رجاله. طيب لغايه دلوقتي معانا 12 فيور. يا ريت حد ياكد لنا ان الصوت. طيب محمود عبد المعطي بيقول ان الصوت تمام ما فيهوش مشكله. ثيودورا جمال بتقول ان الصوت برضو ما فيهوش مشكله. طيب جميل قوي. برضو مصباح طحان بيقول ان الصوت تمام. شريف ابراهيم بيقول ان الصوت تمام. طيب جميل قوي. نبدا بقى باول question. سؤال محمد سامي. اجهز للايلتس ازاي؟ بص انت الايلتس طبعا احنا عارفين هو بيقيس اربع سكيلز. تمام. I'm very good, thank you so much حسام الألفي. I'm very good, thank you for asking. How about you? عارفين ان الايلتس بيقيس فور سكيلز عندك، بيقيس الريدنج والرايتنج والlistening والسبيكنج. فانت حاول ان انت تظبط الريدنج لوحده بحيث ان انت تقرا كتير وتحل comprehensions كتير. يعني خش بس على جوجل واكتب كده comprehension test. تمام. هتقدر ان انت تلاقي حاجات كتير قوي تقدر تبراكتس عليها. ده بالنسبه للريدنج. الرايتنج برضو حاول ان انت تكتب كتير، واكتب خش على جوجل واكتب رايتنج تريننج فور ايلتس. تمام. وزيه برضو في السبيكنج، وزيه في الليسننج، وزيه في الريدنج، وزيه في الرايتنج، وهكذا. وهتلاقي يعني بحيث ان انت تشتغل على كل سكيل لوحدها. لا، مجرد ما تحس ان انت يو امبروفد خلاص وتحسنت شويه، ممكن تدخل على جوجل تكتب بس IELTS practicing test. هتلاقي تيستس كتيرة قوي. وبرده في تو ويب سايتس ممكن يساعدوك في الموضوع ده. coursera.org. coursera.org. حاضر يا ياسين الحكيم. السؤال ده كده كده اتسأل قبل كده، فهجاوبك حاضر من عينيا. لو دخلت على جوجل كتبت يعني IELTS practicing tests، هتلاقي تيستس كتير قوي تساعدك في الموضوع ده. وتبتدي بقى ان انت تحل امتحانات كتير 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 لغايه ما تظبط التايم مانجمنت بتاعك في الامتحان يا محمد يا سامي. واتمنى ان انا اكون جاوبت سؤالك. شيرين نجاري بتقول how to connect words and sentences quickly as natives while talking. بتقول ازاي ادخل الكلام في بعضه وان انا اقوله بسرعه قوي زي النيتيفز لما بييجوا يتكلموا بسرعه. بصي، هو انت طبعا مطلوب منك ان انت تتكلمي بسرعه على قد ما مطلوب منك ان انت تتكلمي ببطء بس بشكل صحيح. يعني انا دايما بقول للستودنت بتوعي كده، يعني focus on being right than focusing on being fast. لان في ناس تبقى طبيعتها انها بتتكلم بطريقه سريعه، في ناس مش بتتكلم بطريقه سريعه. تمام. فانت ما تحاولش ان انت تبقى سريع على قد ما انت تبقى بطيء، بس كل حاجه طالعه صح. طيب نلينك بقى الكلام ده كله ازاي نتعلمه من الافلام يا جماعه. خش كده، خد من اي فيلم سنتنس قالوها. طبعا لما تتفرج عليه بالانجلش سبتايتل، فبحيث ان انت هيبقى قدامك السنتنسز اللي هم بيقولوها. تاخد السنتنس وتسمعها بصوت يعني بطيء شويه. تمام. لما تسمعها بصوت بطيء هيبان لك بقى الساوندز هم ازاي بيلينكوا الوردز توجذر، بيلينكوا السنتنسز كلها زي مع بعض. تمام. فتبتدي بقى ان انت تبراكتس وتنطق زيهم بالظبط وتقول الجمل زي ما بيقولوها بالظبط في الفيلم. ده يا شيرين ازاي تلينك الوردز، ازاي تتعلمي ان انت تلينك الوردز. وطبعا الموضوع بعدها عايز practicing 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 practicing. ده بالنسبه لسؤال شيرين نجاري. كانت سالت سؤال تاني برضو، ازاي احضر نفسي في الايلتس او ازاي ابقى فلوينت. لا، ازاي احضر نفسي في الايلتس وهل محتاج ان انا ابقى فلوينت ولا لا؟ طبعا محتاجك ان انت تبقي سوبر فلوينت عشان خاطر تجيبي سكور عالي، وده اكيد اللي انت عايزاه. لان انت لو ما عندكيش فلوينسي عاليه، ما مش هيقولوا لك لا مش هتخشي في الامتحان او ان انت تسقطي. لا، اصل هو ما فيهوش نجاح وسقوط. نجاح وسقوط. نجاح وسقوط. الفكره ان هو بس بيقيس يعني مدى معرفتك او ادراكك باللغه، فما فيهوش نجاح وسقوط. فانت التارجت بتاعك ان انت تجيبي سكور عالي.
تجيب سكور عالي ف you have to be fluent. ازاي بقى ان انت practice English to speak as much as possible. مصطفى المصراوي: is it hard to learn the British accent؟ هي صعبة ان انا اتعلم البريتش اكسنت او الاكسنت البريطانية؟ لا خالص مش صعبة، برضه هتداونلود موفيز بيتكلموا فيها بالبريتش اكسنت وتبتدي ان انت تتعلم منهم ازاي بيلينكوا الوردز ببعضها، ازاي بينطقوا الكلام البريتش اكسنت and so on، وتبدا ان انت تتعلم منهم. ده شاي، اتفضلوا معايا، اتفضلوا معايا شاي. اوكي طيب is it hard to learn the British accent؟ ده سؤال مصطفى المصراوي. مش صعبة learning the British accent، بس محتاج ان انت تبراكتس كتير وتسمع موفيز وهم بيتكلموا في البريتش اكسنت كتير، وتبدا ان انت تقلدهم وتبراكتس الاكسنت بتاعتهم. مريم سعد كانت بتسأل على الباست بتاع fly اللي هو flew fly اللي هو انت تطير او ان انت تسافر بطيران. flew هي الباست بتاعها، ده النطق بتاعها flew زي البرد اللي هو الانفلونزا، متأسف مش البرد، اللي هو flew. فريدة كانت بتسأل بتقول I hate the pronunciation of these two words اللي هما the و although. I feel like my tongue is stuck when I'm trying to say any of them. Do you have any substitutes؟ يعني هي عندها مشكلة في البرونسيشن بتاع الوردز the و although وعايزة حاجات بدلها. طيب عندك حاجات بدلها كتير قوي، عندك even though لو صعب عليكي ممكن تستخدمي despite in spite of. في حاجات كتيرة قوي مكانها. خشي بس كده على جوجل واكتبي words given the same meaning as though و although، هتلاقي الليسته كده ظهرت لك كتير قوي 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 قوي. طيب خلينا كده نشوف ايه الكويستشنز، الحاجات اللي اتكتبت لغايه دلوقتي. اوكي محمد صادق بيقول that's not right, you might not be fluent but you still can get good numbers. بص هو لغايه دلوقتي انا ما شفتش في حياتي حد مش fluent enough وجاب سكور اللي هو بيتمناه. فانت لو تعرف حد يعني مش فلوينت وجاب سكور عالي قول لنا بس جاب السكور بتاعه كام، يا ريت يا محمد يا صادق. حسام الالفي هات شويه يا عم، انت اكيد قصدك على الشاي. لا مش هديك شويه انا لسه واكل يا عم وعايز افوق. محمد صادق بيقول the more practice in IELTS the more you can get better grades. حلو قوي، هو كده هو النقطه دي صح جدا، اللي هو ان انت تبراكتس التستس بتاعتهم. احمد الشيخ كان نفسي تكون في طنطا الصراحه، انا من معجبيك حبيبي يا ابو حميد. اهل طنطا الطيبين. شيبي أشرف I could use some of that tea you're drinking. مش هرد عليك يا أشرف. What is the best movie should I watch to improve my English skills؟ طيب يا أنس محروس، بص هقول لك على فيلم برضو يعني فيه expressions حلوة قوي وما فيهوش مناظر مش لطيفة. أنا عارف إن أنت سألت السؤال قبل الفيديو. فيلم اسمه ايس ايج، هو انيميشن يعني مش كرتون، حاجه زي كرتون كده تمام. انيميشن اسمه ايس ايج، هتلاقي منه حاجات كتيره قوي تتعلمها. رينا مسا عبقرين اللغه. ما عنديش سؤال بس حبيت امسي على حضرتك. مساء الخير يا رينا. طيب طيب نرجع للكويشنز بتاعتنا لغايه ما يجي لنا كويشنز على الفيديو. ميدو رونالدو بيقول عنده كذا سؤال. اول سؤال الستوب بتاعت التي في words like important و accountant. هم بيقولوها important، يعني الامريكان اكسنت. هو قصد ميدو هنا ان هم الامريكانز اصلا مش بينطقوا الكلمه دي important، هم بيقولوها important. كذلك كلمة accountant مش بيقولوها accountant، لا accountant. طيب ايه الرول هنا؟ ملهاش رول معينة يا ميدو، هي بس الفكرة انها بيستسهلوا اكتر عشان لو قالوا التي في النص بتوقف السرعة بتاعت النطق بتاعها شوية تمام. فهي ملهاش رول يا ميدو. تاني سؤال الجمل اللي بتاخد كذا فعل زي I've had time of my life glee. طيب
بص I've had time هي دي نفس التنس او نفس الجرامر رول بتاعت لو قلت I have played football. تمام. بس الفرق انت ممكن تقول I have مثلا I'll have a good time. I've had a good time دي اختصار I have had a good time. تمام. هي يعني مفيش two verbs ولا حاجة، هو ده اسمه present perfect. تمام. السؤال التاني ليك اللي هو مثلا لما يقولوا I do love you، طب ما كان ممكن يقول I love you بس وخلاص. وكذلك برضو على فكرة بيستخدموها في الباست كده، يعني هو ممكن يقول لك I did love you. طب امتى بقى بقول I love you وامتى بقول I do love you؟ عارف انت لما تبقى عايز تأكد قوي على حاجة، مثلا تقول لواحدة انا بحبك، تقول لك لا انت ما تحبنيش، لا I love you، يقول لك لا انت ما بتحبنيش I do love you، يقول لك انا مصدقاك. تمام. فهي الفكره بس في قوه المعنى اللي انت عايز تبعته لميدو. لما تقول لحد I do بعد كده الفيرب في الانفينيتيف as it is ما تغيرش شكله I do love you I do drive my car I do drink my coffee، انت بتاكد قوي على المعنى. يعني في حد مثلا بيحاول ان هو يكذبك وانت بتحاول ان انت تثبت صحه كلامك. ده ازاي بيستخدموا التو verbs في نفس الموضوع. ده الفرق ما بين I love you مثلا و I do love you. السؤال بتاع مصباح طحان بيقول أنا أعاني من مشكلة الكلمات الجديدة أحفظها ولكن أنساها بعد فترة يوم واحد. هو عايز حل. يعني هو فكرته إن هو بيحفظ كلمات كتيرة بس بينساها بسرعة. طب نعالج بقى المشكلة دي إزاي؟ بص عندك حاجة من الاتنين، يا إما تعمل كشكول كده كبير تسجل فيه كل الكلمات اللي أنت عارفها، وكل جمعة تعدي بس بعينك كده عليهم. صدقني ان الموضوع ده انا كنت بعمله انا شخصيا. تمام. افادني كتير قوي ان انا ما انساش الكلام الكتير اللي انا بنساه. فكره انك تنسى الحاجه في مده يوم معناها ان انت ما حفظتهاش كويس. طيب ايه افضل طريقه للحفظ عشان نعرف ايه افضل طريقه للحفاظ؟ تمام. افضل طريقه للحفظ ان انت ما تحفظش زي ما كنا بنحفظ في المدرسه كده تكتب الكلمه 20 مره مثلا. لا، use it. يعني اكتب باراجراف مثلا واستخدم فيه الكلمه دي، هتثبت اكتر جامد قوي. ويا سلام بقى لو ربطتها في سيتويشن. تمام. هتثبت معاك اكتر واكتر واكتر لان تبقى حاجه قريبه ليك. فاحنا كده عرفنا طريقه الحفظ الصحيحه. طريقه الحفاظ بقى ان انت تعمل كده زي ما قلنا، عندك حاجه من الاثنين. اول حاجه ان انت تعمل نوت بوك كبير كده، كراسه كبيره، وتسجل فيها كل الكلمات اللي انت عايز تحافظ عليها والكلمات الجديده اللي انت بتعرفها جديده، وتعدي بس بعينك كده عليهم كل جمعه. والكلمه اللي انت ما تفتكرهاش تقرا المينينج بتاعه، تبقى كاتب المينينج بتاعها يا ريت ان انجلش نوت ان Arabic، ما تبقاش مترجم من Arabic لانجلش او من انجلش لعربي. ده اول حاجه. تاني اوبشن ان انت تقدر تعمل حاجه زي دي، ان انت تستخدم الكلمات اللي انت بتحفظها دي كل شويه. يعني حاول مثلا كل اسبوع تكتب باراجراف او تتكلم مع حد في موضوع يكون بيلم بالكلمات الجديده اللي انت بتحفظها يا مصباح، عشان خاطر ان انت الكلام ده ما تنساهوش بسرعه. واتمنى ان انا اكون جاوبت على سؤالك. الناس اللي بيبعتوا لي questions على الفيديو، حاضر والله هجاوب على اسئلتكم كلها، بس انا بجاوب على الاسئله الاول اللي اتسالت لي قبل الفيديو. محمود عبد المعطي كان بيقول سؤال اكيد متكرر، وانا بحضر ماستر ومطلوب مني التوفل ولكن انا حابب اكون في الانجليزي ممتاز، ما هي المواد الاساسيه للبدايه؟ طيب انت لو عايز تبقى في الانجليش ممتاز حاجه، ولو عايز تجيب سكور عالي في التوفل حاجه تانية خالص. لان انا اعرف تيتشرز الانجليش بتاعهم تحفه جدا بس بيجيبوا جريدز قليله قوي. تمام. لان الموضوع محتاج براكتسنج للتست بتاع التوفل والايلتس. تمام. فانت مش محتاج مواد ولا حاجه، لا انت لو الانجليش بتاعك كويس وعايز تعرف تظبطه ازاي عن طريق الافلام، وانا كنت عامل فيديو عن الموضوع ده، ازاي تظبط الانجليش بتاعك من البيت. ده حاجه. تاني حاجه ان انت تبراكتس التستس بتاعه التوفل كتير قوي. خش بس اكتب على جوجل كده TOEFL practicing tests، تلاقي تيست كتير قوي. اقعد حاول انت تبراكتس. زي محمد صادق ما كان بيقول كده من شويه، ان انت بس محتاج براكتسنج كتير قوي على التست. تمام. عشان خاطر تظبط التايم مانجمنت. بس كده يا محمود. ساره عمر بتقول اعمل سي في كويس. طيب لو قصدك شكلا، تمام، فيا لهوي ده كتير قوي. خش بس كده على جوجل واكتبي مودرن سي في او مودرن ريزومي. تمام.
هتلاقي ديزاينز كتيره قوي. لو قصدك بقى على الكلام، خد كده مثلا اكتبي professional CV، بس اكتبي اسم الشغلانه، يعني professional teacher CV template، professional teacher او professional engineer او professional doctor resume او CV template. هتلاقي حاجات اصلا موجوده، انت بس هتغيري البيانات بتاعتك. فهتلاقي واقري الكلام وتاكدي من ان هو بيماتش مع الاكسبيرينس بتاعتك والسكيلز، عشان خاطر ما تبقيش كاتبه حاجه في الريزومي او السي في متناقضه مع شخصيتك. اوكي. محاسن محمد كانت تقول عايزه اعرف ابدا في اللغه ازاي. بصي يا محاسن، انت لو بدايه خالص، لو انت حاسه ان انت لسه في في البدايه خالص يعني، آه، افضل حاجه طبعا بالنسبه لك، وهكررها تاني، اللي هو الافلام يا جماعه، والله هي السيكريت. الافلام هي السيكريت بتاع اي لانجويج، مش الانجليش بس. تمام. انا لما كنت بتعلم البرتغالي كنت بتعلمه برضو عن طريق الافلام. الافلام it's the biggest secret of any language. اوعي تنسوا. تمام. افلام 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 كتير 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 كتير، وناخد منها الكلمات اللي احنا ما نعرفهاش، ده اهم حاجه. وناخد منها برضو الاكسنت، وناخد شربة شاي تانية. هم. طيب انس محروس كان بيقول من فضلك عايز افضل الافلام. اوكي، انا كده كده جاوبتك يا انس دلوقتي، اللي هو قلت لك فيلم اسمه ايس ايج، اللي هو العصر اسمه ايه، العصر الثلجي. العصر الثلجي ايس ايج. تمام. هيعجبك قوي، وكمان هيبقى فيه حاجات كتير قوي تفيدك، والكلام بتاعهم بيستخدموه كتير قوي 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 وسهل. تمام. طيب عمرو ماهر كان بيقول امتى استخدم هاد وامتى استخدم had been. امتى استخدم had وامتى استخدم had been. طيب بص، انت had مثلا I had time لوحدها، يعني انت دي بس الباست بتاع الفيرب have. تمام. I had time, I had a car, I had a mobile. انت حاجة حصلت في الباست and it's done، خلصت. تمام. had been ليها كذا استخدام، بس اكتر استخدام شائع ليها اللي هو مثلا the car had been stolen. انت هو حاجه بقى في يعني المجهول بقى، زمان حصل من زمان قوي وخلص وانتهى، وحصلت actions بعديه والكلام ده كله. فهاد been مثلا the car had been stolen، العربيه كانت اتسرقت. تمام. ده الفرق ما بين had وهاد been يا عمرو ماهر. وكده بقى خلصت الكويستشنز اللي اتبعتت قبل الفيديو. خلوني بقى ارجع اشوف الكويستشنز بتاعتكم. اوكي، احنا كنا وصلنا لغاية رينا. اوكي، مصباح بيقول ما الفرق ما بين suburb و outskirts. بص suburb انا عارفها، اللي هي حاجة brilliant او حاجة very super. outskirts اه بص انا هقولك بس على حاجة. brilliant، outskirts، suburb، super، awesome، fantastic. كل الحاجات دي بتأدي نفس المعنى، ان الحاجة دي فوق الفظيعة. فاهمني ازاي؟ اختلاف الكلمات ده باختلاف الحضارات، يعني هتلاقي كلمة مثلا بيستخدموها في يو كي مش بيستخدموها في امريكا، اكتر شيوعا في كندا، اكتر شيوعا في امريكا. فهي بتختلف، لكن كله في نفس الدايرة، ان حاجة فظيعة قوي عجباك بشكل كبير 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 كبير. أم... اوكي. اوكي. شريف ابراهيم بيقول is the future for IELTS or TOEFL. انت قصدك يعني المستقبل جاي ايه اللي هيتطلب اكتر؟ بص هو على حسب، يعني التوفل بيتطلب في حاجات والايلتس بيتطلب في حاجات تانية، وده هعمل له فيديو خاص بيه عشان يوضح للناس الفرق. كريم زكريا بيقول كنت عارف انه هيكون ايس ايج. اوكي. محمد صادق بيقول عمر I live in the USA. I realize Egyptian people have a major problem pronouncing the R. Can you please show them how to pronounce it. طيب انت صح يا محمد. انت عاجبني قوي ان انت اكتف معايا. يا سلام يا شيخ، ربنا يخليك يا عمي. طيب احنا فعلا عندنا مشكله في الار، ان احنا بنقولها زي الراء العربي راء، يعني travel، drive، run. لا، ما تخليش لسانك يلمس حاجه في بقك، لفه على نفسه. شايف لساني؟ انا اسف لو في قرف ولا حاجه، بس كده هو. تمام. لساني مش لامس حاجه. آه.
تمام. فانت طبعا يطلع الساوند احسن لما تقفل بقك شويه. run run run. انا كنت عامل فيديو على فكره عن حرف الار وكلمه world اللي هي العالم، world. كنت عامل عليها فيديو مخصص للناس اللي عندها مشكله في الار. يا ريت يرجعوا يتفرجوا على الفيديو ده، هيشرح لهم قوي، لان انا بطيء فيه جدا عشان اوضح الساوندز. ثانك يو فيري ماتش يا محمد يا صادق. عمرو، هلو مستر عمر، هلو عمرو. I really enjoy time. Thank you. Thank you. اوكي. ومحمد he was correcting عمرو. تيودورا، لو عايز احفظ كلمات احفظ منين؟ زي ما قلنا هتتفرجي على الافلام. وكل فيلم تتفرجي عليه بالانجلش سبتايتل بتاعته، يعني انت تبقى شايفه الكلام انجلش قدامك، مش شايفاه بالعربي زي ما قلنا في السيشن قبل كده. تمام يا ثيودورا. وكل كلمه تقابليها تاخديها، كل كلمه تقابليها تاخديها، كل كلمه تقابليها تاخديها وتحفظيها ومعناها وما الى اخره، لغايه ما تبقى متمكنه من كل الكلمات اللي انت بتلاقيها في الفيديو، في الموفي.